أنا فرحان جدًا بالمستوى والأداء اللي وصل له عمر مرموش مع ناديه في ألمانيا، وفكرة إن في لاعب مصري يتصدر هدافي الدوري الألماني فدي حاجة تدعو للفخر. عمر مرموش اللي بدأ من الدوري المصري صدق حلمه وصدق هدفه ووصل إن هو يكون هداف الدوري الألماني. متخيل إن مانشستر سيتي حابب إنه يكون معاه عمر مرموش واتفق مع اللاعب على كل التفاصيل والبنود الشخصية بتاعته وداخل بكل قوة عشان يخلصوا. بيب جوارديولا شايف ان عمر مرموش هو الخيار الانسب لخط هجوم السيتي. فكرة ان انت تشوف لعيب مصري موجود في مانشستر سيتي فدي حاجة تدعو للفخر. وهنا الرسالة للعيبة اللي موجودة عندنا في الدوري البتنجاني بتاعنا، ليه ما يبقاش عندك الهدف وعندك الطموح ان انت تطلع تحترف بره وتحارب وتجتهد وتتعلم لغة وتوصل لأعلى الأندية اللي موجودة؟ ليه اللعيبة اللي موجودة في أفريقيا بتلعب في أحسن وأتخن الأندية في العالم؟ ليه المنتخب بتاعنا المحترفين اللي فيه كله على بعضه خمسة ستة والباقي كله هنا بيلعب الاتحاد والداخلية والحرس والبنك الأهلي؟ لعيبة لما بتيجي تحتك باللعيبة اللي عندها منافسات قوية في الدوريات اللي موجودة في العالم. نرجع لعمر مرموش، الواحد سعيد ومبسوط ان هو هيلعب في الدوري الانجليزي. كده بنتكلم تقريبا عندنا 3 لعيبة مصرية موجودين في الدوري الانجليزي، الاسطورة محمد صلاح وسام مرسي وعمر مرموش. متخيل الوكسة اللي احنا فيها؟ عندنا 3 لعيبة مصريين بس في الدوري الانجليزي. تعالى كده احسب كام لاعب افريقي موجود في كل المنتخبات اللي موجودة في افريقيا، كام لعيب موجود في الدوري الانجليزي. فأتمنى إن الإعلام بتاعنا يهيأ ويساعد اللعيبة إن هي تطلع تحترف، إنما إحنا عندنا اللعيب يطلع بره تلاقي الصنامين الأهلي والزمالك هوب جايبينه. لأ، لازم نشجع ولازم نحفز لعيبتنا إن هي توصل لأعلى المراكز اللي موجودة. بنبارك لعمر مرموش وإن شاء الله يكون هداف مانشستر سيتي.